اخبار النادي الاهلي. وفي خبر الحقيقه عن الزمالك لسه يا شريف، انا اسف معلش. الزمالك يخوض مباراه وديه غامضه. يعني نادي الزمالك بيدور على مباراه غدا الاثنين بملعب الهدف في السادس من اكتوبر قبل السفر الى غانا يوم الخميس المقبل للقاء تشيلسي الغاني في اولى مباريات الدوري او دوري المجموعات بطوله افريقيا. نادي الزمالك بيبحث عن مباراه بكره ان شاء الله يوم الاثنين، مباراه وديه عشان استعدادا لنادي تشيلسي. هتروح فاصل يا شريف ولا نقول اخبار الاهلي على طول؟ طيب اخبار النادي الاهلي. معانا مين يا شريف؟ معانا مداخله من كابتن احمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر. احمد ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن؟ ازيك يا شناوي، عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله بخير الحمد لله يا كابتن. تمام يا كابتن الحمد لله. كنت بس عاوز اكلم حضرتك بس في نقطتين بس يا كابتن. لا قبل ما تكلمني قول لي اخر اخبار ايه الاول. اخر اخبار المهله اللي انت عملتها او انت اديتها نادي الزمالك ايه؟ كابتن طارق لو سمحت يا كابتن، والله انا يعني مش مهله يا كابتن. هو دلوقتي انا الناس مسؤولين نادي الزمالك اتكلموا معايا وقالوا لي احنا حابين اللي انت تبقى معانا. قلت لهم ده شرف ليا ان انا العب في نادي الزمالك. قلت لهم بس انا الاولويه عندي الاحتراف الخارجي، لو الموضوع فشل انا موجود في نادي الزمالك بالنص. يعني انت قلت لهم كده من الاول يا شناوي؟ بالنص ده من الاول، التعامل خالص مع الاستاذ عمرو الجنيني والدكتور عبد الله جورج. لو حضرتك عندك ارقامهم ممكن تدخلهم مداخله، هم مش هينكروا الكلام ده. تاني حاجه اتفقت معاهم قلت لهم لو الموضوع بره ما فيش نصيب وفشل انا موجود في نادي الزمالك، لان انا نفسي احترف من صغري وربنا يكرمني بره. قالوا لي اوكي ما فيش مشكله. رجعت من كان ماتش غينيا اتكلمت قلت لهم خلاص ما فيش نصيب بره، انا جاي اوقع في نادي الزمالك. رحت وقعدت واتفقت معاهم على كل حاجه قبل ما اقعد، وقلت لهم الموضوع كذا كذا كذا، واتفقت معاهم على 1 2 3. قالوا لي كل الامور جاهزه ناقص التوقيع بتاعها. قلت لهم انا جاي اوكي ما فيش مشكله على الاتفاق معاكم. ورحت كان الكلام ده بالليل الساعه 10. رحت قعدت مع الناس. ده امتى بالليل الساعه 10؟ امتى يا مان؟ ده اللي هو اليوم اللي انا مضيت فيه، انا مش فاكر اليوم بالظبط، من 3 اسابيع بالظبط، اللي هو اليوم اللي اتعلم فيه اللي انا وقعت في نادي الزمالك. فطبعا انا اتفقت 1 2 3 جيت اتلاقيت قالوا لي انت، هم اصلا انا كلمتهم قبل ما اجي قلت لهم كل حاجه تمام. قالوا كل حاجه تمام واللي انت طلبته جاهز واللي احنا اتفقنا معاك عليه كله الامور تمام. فجيت قعدت جابوا العقود والاتفاقات وكل حاجه. قالوا لي بس في الفلوس امضي والفلوس بتاعتك هتبقى جاهزه كلها خلال اسبوع. قلت لهم خلاص اوكي مفيش مشكله، انا هوقع مفيش مشكله عشان خاطر ان مجلس الاداره، عشان خاطر انا وعدتكم بكلمه لو ما حصلش نصيب انا هاجي. قالوا لي معلش انت بس عشان اتاخرت علينا الفلوس طلعت ليه لبقيت زمايلك في الفرقه. قلت لهم خلاص مفيش مشكله، انا همضي وفلوسي ان شاء الله الاسبوع الجاي تكون جاهزه. قالوا لي هتكون جاهزه. خلصت وقمت ومشيت. اسبوع عدى، الاسبوع الثاني عدى، الاسبوع الثالث عدى، واكلمهم ما فيش اي حاجه كابتن بتحصل ولا اي حاجه. كلمت الكابتن تامر قال لي انا كلمتهم وقالوا لي بس معلش في ظروف في النادي الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي جاب الاسبوع الجاي جاب الاسبوع الجاي لحد ما قالوا لي يوم الاثنين اخر حاجه يا احمد، وان شاء الله فلوسك هتبقى موجوده يوم الاثنين. لو ما كانش يوم الاثنين فلوسك يبقى كده احنا يعني خلاص يعني هيبقى الموضوع كده. دي اخر مهله، يعني مش انا اللي عاطيهم المهله، هم اللي عاطين المهله مش انا اللي عديتهم المهله. فالناس اللي بتكتب يعني بتكتب بطريقه ممكن حد يفهمها غلط. وانا عمري ما اشترط على نادي الزمالك يا كابتن، لاني ما ينفعش انا لسه ما عملتش حاجه عشان خاطر اقول لنادي الزمالك انا بديكم مهله او بديكم مهله. بس حضرتك كده بحضرتك اما قلت كده انا اتفرجت على حضرتك دلوقتي فعشان كده دخلت مداخله. انا يعني حضرتك عارفني وحضرتك ممكن ما تعملش معايا، بس انا مش دي طريقتي خالص يا كابتن. لكن انا اتفقت على حاجه معينه فما ينفعش يعني هم اتفقوا خلاص وانا جيت بناء انا اتفقت معاهم على 10 جنيه. خلاص احنا نديك ال 10 جنيه هتاخد 5 جنيه. بس انت شناوي تابعت التقرير بتاع تامر النحاس. هو تامر النحاس هو اللي قال احنا ادينا فرصه للزمالك لغايه يوم الاثنين، مش الزمالك اللي قال لك يوم الاثنين. حضرتك حاجه كابتن حط حضرتك مكان يا كابتن. حضرتك دلوقتي متفق مع وليكن افتراضا مع قناه حياه او اي نادي يا كابتن اتفقت يعني الكلام كان على لسان تامر النحاس مش على لسان انا. لا انا ماشي انا بقول لحضرتك يعني حط نفسك مكان حضرتك. اتفقت هتاخد مبلغ كذا يوم السبت ان شاء الله هتيجي تشتغل شغلك هتاخد المبلغ ده. جيت يوم السبت رحت قالوا لك لا معلش بكره يا كابتن. معلش بكره يا كابتن. فمش بايدي برضه يا كابتن، انا برضه راجل عليا مصاريف وعليا التزامات يا كابتن ما ينفعش. عارف فانا طب كده انا اقول لك على حاجه يا شناوي. بص يا حبيبي، يعني انا طبعا يعني مش بتكلم كده من منطلق ان انت اتصرفت غلط او بتاع، انا بتكلم طبقا للتقرير اللي اتقال قدامي من تامر النحاس ان احنا ادينا مهله لنادي الزمالك لغايه يوم الاثنين. ما علينا بالقصه دي خلاص. انا بكلمك في ان انت يعني الفلوس كل شيء يعني شيء مهم بالنسبه لك وعايز تعمل مستقبلك وعليك حاجات وعليك التزامات واحنا عارفين كل الكلام ده. لكن انا النهارده يا شناوي شايف ان في امور يعني مش على الزمالك بس، ده على مصر كلها في امور صعبه. فانا ما اربطش
يعني ان انا انزل الملعب او ان انا اروح نادي الزمالك او ان الزمالك ياخد الاستغناء او الا لما اخد 50%. يا سيدي خليهم، طب 30%، خليهم 20، يعني الامور يبقى فيها وسطيه شويه يا شناوي. ما امسكش على حاجه معينه، علشان افرض ان اللوائح، ثواني بس خلينا اكمل. افرض ان اللوائح في نادي الزمالك لا تسمح او معموله لمثلا 30% مقدم او 20% مقدم، يعني انا ما اشترطش 50% دي، فاهم قصدي؟ تمام يا كابتن، بس دلوقتي انا جيت اتفقت في اتفاق زي ما حضرتك بتقول، انا اتفقت معاكم وليكن هاخد 20%، قالوا لي اوكي انت هنديك 20%. كان ممكن في الاول يقولوا لي لا هنديك 25% وبعد كده 25%، لكن ما كابتن ما يقولوليش وبعد كده يرجع الامور تبقى فيها ظروف. لو قالوا له كده من الاول خلاص يا كابتن، يا انا اوافق يا هم ما يوافقوش، يبقى خلاص يبقى في تعامل بصدق في الكلام بيني وبين نادي الزمالك وبين مجلس الاداره. لكن ما ينفعش يا كابتن انا اتفق على حاجه اجي اكلمهم بعدها يا كابتن يعني ما يردش عليا، تليفون مقفول، ابعت رساله، ما فيش حاجات من دي بتحصل يا كابتن. يعني انا كلمتهم، انا بتكلم مع حضرتك بصدق، لان حضرتك اما اتكلمت قلت ازاي الشناوي يدي مهله لنادي الزمالك، ان نادي الزمالك ما بيوقفش على حد. انا طبعا فاهم اللي حضرتك بتقول، ما فيش نادي بيوقف على لعيب، فانا طبعا اتضايقت، فعشان كده دخلت. يعني حضرتك لا هو الكلام ده صح يا شناوي، الكلام ده صح. يعني نادي الزمالك والنادي الاهلي والانديه الكبيره ما بتوقفش على حد، يعني انا بقول الكلام ده وانت معايا على الهوا، يعني الموضوع ده طبيعي. في لعيبه كتير جدا 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 شناوي، في لعيبه كتيره جدا جدا بطلت في نادي الزمالك وما زال نادي الزمالك بياخد بطولات، في مدربين اشتغلوا وما زال الزمالك بياخد بطولات. يعني وانا عندي معايا خبر برضو يا شناوي اهو عن عبد الواحد السيد برضو. فين يا محمد؟ فين يا شريف؟ عبد الواحد يمهل الزمالك حتى مثال 4 للتوقيع. المشكله مش في المهله، المشكله والله ان حد بيخش يا كابتن، يعني حد مثلا يجي يتكلم معايا صحفي ولا حاجه، هو الاعلام يعني يبقى في بعض الجرايد وبعض الصحفيين، بعض يعني مش الكل طبعا، مش في الكل طبعا يا كابتن. انا ببقى مثلا يقول لي انت ايه موضوع نادي الزمالك، اقول لهم انا اخدت ميعاد واثنين وثلاثه نادي الزمالك ان شاء الله يوم الاثنين الفلوس بتاعتها هتكون موجوده في نادي الزمالك. يوم هو واخدها كاتب الشناوي يمهل، ما خلاص عايز يعمل اي خبر الناس تتشد بيها يا كابتن. انا معاك في دي، ممكن تحصل يا كابتن طارق. انا والله ما في نيتي عموما يا احمد. بص يا احمد، انت بص يا حبيبي، انت جول كويس وانا قلت الكلام ده، وانت جول منتخب مصر القادم ان شاء الله. يعني حنانيك شويه، عارف يعني ايه حنانيك ولا مش عارف؟ بصراحه لا يا كابتن، بس والله العظيم على مهلك شويه. بص على مهلك والله يا كابتن، انا عايز اقول حنانيك شويه، يعني على مهلك شويه، وان شاء الله الامور تتحل. ويعني برضو انت جاي من نادي كبير ورايح نادي كبير، فاهمني؟ يعني قصه بالنسبه لك ما هيش مش هيبقى فيها، يعني هيبقى فيها برضو افريقيا وفيها شو ليك اكتر، يعني لازم فيها تضحيه شويه من جنبك من عندك يا شناوي. يعني الظروف اللي بيمر بيها مصر مش الزمالك بس، يعني خطوه هتبقى طبعا يا كابتن ايجابيه في حياتي، وانا اتمنى ان الموضوع ده يخلص يا كابتن. بس انا اللي كنت اتمناه ان انا لما جيت قلت لهم انا عندي الاول احتراف، لو ما فيش نصيب يبقى اجي لنادي الزمالك، شرف ليا انا في نادي الزمالك. قالوا لي تمام ورد عليه، ما يجيش بعد ما اتفقوا معايا على حاجه يعني يبقى ما فيش حتى لو في ظروف يا كابتن على الاقل يردوا عليا باتصال او بمكالمه، لو شافوا رقمي بعد كده يقولوا لي في ظروف كذا يا احمد في البلد في النادي ما فيش فلوس، معلش الاسبوع الجاي. لكن ما ينفعش هم ما يردوش عليا كابتن. يعني هم برضو شايفين ان انت جون كبير وجون هينفعهم وجون كويس وجون يعني برضو الحته دي ممكن ساعتها ما يكونوش عايزين يقولوك يعني. بس ما علينا، مش عايزين نخلي الفلوس هي القصه بينك وبين الزمالك يا احمد. يعني برضو زي ما قلت لك انت جون كبير وان شاء الله مستقبلك كبير. اتمنى انك تلعب في الزمالك او تلعب في اي نادي اخر في اوروبا، يعني فاهم، لان دي هتفرق معاك جامد جدا يعني. ان شاء الله يا كابتن، اتمنى الامور كلها ان شاء الله تستقر يا كابتن. وبعدين لو حضرتك يا كابتن لو القسط اتاخر بتاع حضرتك مش حضرتك هتعمل وهم الزمالك خلاص. انا يعني محمد الدمرداش دلوقتي بيقول لي ان الزمالك خلاص جهز لك الفلوس يا عم. تمام يا كابتن، مفيش اي مشكله. روح بقى وامضي بقى وخلص وانزل الملعب. بس يا كابتن والله يعني حاجه اخيره يا كابتن، انا والله يا كابتن يعني حضرتك بعد اللي انا قلته لحضرتك اكيد حضرتك عازلني وحضرتك فهمت وجهه نظري ازاي، لان انا ما قلتش كلمه يمهل للنادي الزمالك حاجه. لا فهمت وجهه نظرك يعني. نشكرك شكرا جزيلا احمد الشناوي، حارس منتخب مصر الاول والاولمبي وحارس نادي المصري، وان شاء الله يبقى حارس مرمى نادي الزمالك. هتطلع فاصل يا شريف ولا نقول اخبار الاهلي؟ طيب معانا فاصل وبعدين نرجع مع اخبار النادي الاهلي.